معلش، هو في كام حاجه بس كده بسيطه محتاجين نتكلم فيهم عشان ما نروحش بكره نتفاجئ، عشان احنا كل ما نلعب سان داونز نروح بكره نتفاجئ ايه ده. يا لهوي، احنا بنلعب الساعه 3 العصر، فمحتاجين بس ايه يعني نعيد على النقط دي تاني عشان ما نتفاجئش بكره. اول حاجه هيلعبونا 3 العصر لو انتوا ناسيين، يعني عشان احنا بنروح نتفاجئ ان احنا بنلعب 3 العصر، الشمس ضاربه في وشنا، الجماهير معلش ايه، الملعب كله هتلاقيه لونه اصفر زي ده كده بالظبط زي ده. فعشان ما نروحش نتفاجئ ان في جماهير والدنيا ومش عارف ايه ودوشه وليزر، عشان ما نتفاجئش، عشان كل مره بنتفاجئ هيبقى في جماهير والساعه 3 العصر هنلاقي النجيله برضو مش هتبقى كويسه. النجيله هتبقى ايه، عارف انت، عاليه شويه كده، عاليه ما بنعرفش نجري فيها، فتبقوا عاملين حسابكم. فانت عندك نجيله، عندك شمس، عندك الجماهير، عندك التحكيم. عشان ما نجيش بقى نقول اصل التحكيم فشخنا، اصل احنا الحكام احنا مضطهدين. اعرف ان احنا التحكيم هيفشخنا، ماشي؟ التحكيم ما بيكونش معانا بره. فانت كل ده ما تتفاجئش لما تروح تلاقيه هناك. ما تروحش بعد الماتش تعلق شماعات بقى، اصل الشمس كانت قويه قوي، ده انا خدت ضربه شمس، اصل التحكيم الحكم ده كان ما اسمعش الكلام ده. بقى لي 6 سنين بسمعه، كل مره نروح ناخد 5 نقول معلش النجيله كانت عاليه شويه، ما كان لازم يقصقصوها، معلش عايزين حل. ما اسمعش بقى. وفي حاجه تاني معلش بقى، في احصائيه غريبه قوي، غريبه قوي، يعني انا خايف منها جدا. احصائيه لما سمعتها انا خفت. سنه 2019 ريال مدريد في دوري الابطال خسر بمجموع الماتشين من اياكس 5 وطلع بره دوري الابطال. الاهلي في نفس السنه خد 5 من سان داونز هناك، ماشي؟ في 23 بقى، في 2023 ريال مدريد خرج من السيتي بمجموع الماتشين 5 برضه وخسر وطلع من دوري الابطال. الاهلي برضه خسر من سان داونز هناك 5. ريال مدريد، انا مكسوف اقولها وخايف، ريال مدريد خسر بمجموع الماتشين 5 برضه وخرج من ارسنال وطلع من دوري الابطال، واحنا رايحين نلعب سان داونز. فده معناه ايه؟ هناخد 5؟ انا خايف. هي احصائيه كده، انا شفتها، فمش عارف ده ان دل على شيء، ان دل على ايه، يعني بيدل على ايه. يعني كل ما ريال مدريد بيخرج ب5 احنا نروح هناك ناخد 5. يلا ريال مدريد 5 فاحنا 5، فيا ريت ده ما يدلش على حاجه. بعدين في حاجه بقى، يعني احنا اللعيبه احنا كجماهير حفظناها، مكوينه، شلويلي، مداو، ويليامز التنين مجنح الحارس بتاعهم سبايدر مان ده، فاحنا حفظناه. فالمفروض اللعيبه تكون حفظ كل ده، تكون حفظ كل الحاجات اللي المفروض الحجج اللي بتتقال خلاص. يعني احنا عارفين ان احنا هنروح هناك مش هنلاقي سان داونز. انت لو فاكر انت هتروح مش هتلاقي سان داونز. انت هتروح تلاقي مانشستر سيتي نسخه من سنتين، هتلاقي برشلونه نسخه السنه دي، هتلاقي اسبانيا 2010، هتلاقي البرازيل 2002. فانت عارف، انت حافظ انت رايح تقابل ايه، انت حافظ ان انت هتروح تلاقي مش عيال عاديه، هتلاقيهم بجد بيطلعوا نار من بقهم. فانت عارف الكلام ده، فما تتفاجئش. العب بقى. يعني انا مكسوف اقول خلي كولر يحضر، اصل هو بيقعد يتفرج على اللاب وينزل لنا صوره اللاب، شوف كل حاجه المفروض تتعمل بيعمل عكسها. انت دلوقتي بتشوف الاهلي بينزل يلعب فاركو، تليفونات بني سويف، ابو اولاد سليم اللبانين، الهلال السوداني، الترجي، هنلاعب ريال مدريد، احنا بنلعب بنفس الشكل، خرا زباله، ما بنعرفش نلعب، ما بنعرفش نعمل حاجه، ولا بنلعب على المرتده، ولا بنلعب على الاستحواذ، ولا بنلعب على الجناب، ولا بنلعب على الفوق، ولا بنلعب على التحت، ولا بنلعب، ولا في خطه، ولا في 2 بيجوا من تحت بيروحوا قدام، ولا في تحت المهاجم، ما فيش. احنا ما فيش اي اداء، ما فيش اي حاجه. فانا اصلا مش عارف هو كولر ممكن يعمل ايه، ان مش كل حاجه بيعمل عكسها، ما بيعملش اي حاجه. وبعدين انت دلوقتي المفروض فريق متكامل في كل المراكز، الهجوم، خط النص، والدفاع. ومش متكامل بس في ال11 الاساسيين، لا ده انت كمان في الاحتياطي. يعني انت عندك على الدكه لعيبه جامدين قوي قوي، بغض النظر عن الاسماء اللي ممكن تنزل اساسي او احتياطي. وبعدها انت المفروض كمان شهر ونص هتروح لاعب انتر ميامي وبورتو وبالميراس، ومش عارف لو صعدنا هنلاعب مين بقى، وخلاص ده احنا رايحين لعتاوله القارات التانيين بقى، انت فاهم؟ فيعني دي حاجه صعبه قوي، ولسه خايفين من الساعه 3 العصر. فانا نفسي، انا ما اعتقدش ان اي حد من الجماهير هيقبل بكره اي حاجه من الحجج بتاعت انت فاهم، النجيله والمش عارف ايه. فيا ريت ما تتقالش. احنا عايزين نصعد بكولر ده اللي انا بقيتش واثق فيه ب 2 جنيه، عايزين نصعد من سان داونز، ما اعرفش ازاي. فيا ريت نصعد وما اسمعش اي حجج من اللي احنا حفظناهم.